السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا في أحسن الأحوال يا رب. اليوم غادي نحضر معكم كيكة المول العجيب بمقادير مضبوطة بكريمة لذيذة جدا. كيجي الشكل ديالها جميل جدا والمذاق يا سلام، ما تشبعوش منه. إلا عجبكم فيديو ديال اليوم ما تنسوش بارطاجيوه مع أصدقائكم اللي تعم الفائدة. نحتاج 2 بيضات بدرجة حرارة المطبخ، كأس إلا ربع من السكر، نضيف فانيليا كيس واحد فقط أو ملعقة صغيرة، رشة ملح لتحسين الذوق. نخدم المكونات جيدا. أنا في الأول خدمت بالطراب اليدوي، من بعد غنخدم بالطراب الكهربائي حتى يتضاعف الحجم ديال المكونات ويولي اللون ديال الخليط أبيض على هذا الشكل هذا. نضيف كأس من الزيت نباتي، ودائما كنوزن بنفس الكأس اللي كيوزن 150 ملي. نضيف كأس حليب سائل يكون دافي، ممكن تعوضوه بياغورت طبيعي أو ياغورت بنكهة الفاني. نضيف ملعقتين كبيرتين من بودرة الكاكاو. الكاكاو من الأفضل يكون نوعية جيدة باش المذاق ديال الكيك يجي زوين. أنا غنغربلو في هاد المصفات باش إلا كانت شي شوائب تبقى في المصفات. الكاكاو اللي استعملت غير محلى. ندخل الكاكاو في الخليط، من بعد نضيف الدقيق اللي غربلته من قبل. نضيف الكأس الأول من الدقيق، ودائما كنوزن بنفس الكأس. الكأس الثاني، خميرة الحلويات 16 غرام، 2 أكياس. ندخل الدقيق في الخليط حتى نحصل على خليط يكون خفيف نوعا ما يكونش ثقيل، ما يكونش خفيف بزاف وما يكونش ثقيل. هذا هو القوام ديال الخليط كيف كتشوفوا، خفيف نوعا ما. عندي المول العجيب اللي دهنته بالزبده رشيته بالطحين، دخلته للثلاجه بلي ما وجدت الخليط. هذا هو الشكل ديالو من التحت. هذا المول العجيب ديال بيم. نرفع يدي الفوق ونصب الخليط في المول. من بعد ندخلو الفرن ساخن من قبل على درجه حراره 180 درجه. الفرن انا شعلت عليه غير من التحت. ندخلو الفرن ونعاود نرجع معكم من بعد ما يطيب الكيك. هذا هو الشكل ديال الكيك من بعد ما طاب، كيجي طيب مزيان. مدة الطهي 30 دقيقة فقط. نخليه حتى يبرد، عاد نزولو من القالب باش ما يلصقش ليا. وندوز باش نحضر معكم الكريمة. نحتاج ليها 2 كيسان من الحليب السائل، معيار الكأس 150 ملي، ملعقتين كبيرتين من السكر. السكر كيبقى حسب الرغبة، ممكن تضيفو أكثر ممكن أقل. ملعقتين كبيرتين من النشا أو مايزينا يكونوا عامرين مزيان كيف كتشوفوا. نحرك المكونات على البارد، هذه المرحلة مهمة جدا قبل ما نوضع الإناء على النار. من بعد نوضعه على نار خفيفة مع التحريك المستمر حتى نحصل على خليط كريمي على هذا الشكل هذا. النار تكون ناقصة، ما نرفعش عليها. أنا زدت ضفت علبة من القشطة اللي كتعطي قوام هائل لهاد الكريمة. ممكن تعوضوها بجبن كريمي، الا ما كانش عندكم ممكن تستغنوا عليها.
ملعقة صغيرة من الزبدة اللي كتعطي لها معان لهاد الكريمة. صافي الكريمة واجدة، مباشرة نصبها فوق الكيك. كنملأ الفراغ اللي في الكيك على هاد الشكل هذا كيف كتشوفوا، كنوزعها بهاد الشكل هذا. هاد الكريمه كتجي لذيذه بزاف. التزيين كيبقى اختياري، ممكن تزينو بالشكل اللي بغيتو. انا خديت دانيت شوكولا عملته في قمع وكنعمل نقط على هاد الشكل هذا كيف كتشوفوا. طريقه سهله لكن في الاخير كيجي الشكل ديالو جميل جدا، شكل راقي. كنستمر بنفس الطريقه. انا ما عملتش العلبه كامله، تقريبا غير نصف ما كاملش. من بعد كناخذ دانيت كراميل حتى هو كنعملو في قمع، وكنوضع نقطه فوق النقطه اللي عملت ديال الشوكولا او اللي عملت ديال دانيت شوكولا على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. طريقه سهله، نستمر بنفس الطريقه. ممكن تعملوا خطوط على شكل طولي، تعملوا على شكل رخامي، تزينوا على شكل رخامي. صافي من بعد كناخذ كيردون وكنجر بهذا الشكل هذا كيف كتشوفوا. تزيين بسيط في نفس الوقت كيجي الشكل جميل. هذا هو دانيت اللي زينت به. ما عملتش العلبه كامله، غير تقريبا ما كاملش حتى النص ديال كل علبه. هذا هو الشكل النهائي، كيكه المول العجيب بمقادير مضبوطه. كيجي الشكل ديالها جميل جدا، شكل راقي، والمذاق يا سلام ما تشبعوش منه. نقطع لكم قطعه باش تشوفوا الشكل ديال الكيك كيف عامل. هذا هو الشكل ديالو عن قرب. الكيك كيجي خفيف هشيش، يذوب ذوبان في الفم، والكريمه كتجي لذيذه بزاف ما تشبعوش منها. كيكه المول العجيب بمكونات بسيطه، من اسهل والذ الكيكات اللي عملت، مذاق لا يقاوم. هذا هو الشكل ديالها كيف كتشوفوا، ناجحه 100%. الى عجبكم فيديو ديال اليوم ما تنسوش خليو لايك وتبارطاجيو مع اصدقائكم لتعم الفائده. والى اللقاء في فيديو اخر باذن الله.